يا صباح الهنا والجمال على أحلى متابعين في الدنيا، يلا بينا كده نعمل مع بعض أحلى طبق كشري بالدقة كده أو سر الدقة بتاعة محلات الكشري بطريقة أسهل منها مفيش. هنسمي بسم الله. وأول حاجة كده عندي هننقع العدس أو كده نضيف عليه كده مية بتغلي ونسيبه كده تلت ساعة أو نص ساعة كده بالكتير ونركنه على جنب. لازم تكون المية بتغلي. ويلا بينا كده نبتدي بأول حاجة معانا وهي البصل. هنجيب كده بصلتين حسب طبعا الكمية اللي انتوا عايزينها. وهنقطع البصل كده حبايبي زي ما انتوا شايفين. هنعمل مع بعض احلى طبق كشري. طبعا الطبق بره بيتباع ب35 جنيه وب40 جنيه. لا احنا هنعمله في البيت، يعني بتمن يعني ب50 جنيه ممكن نأكل البيت كله كشري. طريقة بسيطة خالص وسهلة خالص. وسر الدقة بتاعت اللي احنا كده بنشوفها كده في محلات الكشري هنعملها بطريقة بسيطة جدا. قطعت كده حبايبي البصل، ضفت عليه كده يعني ربع معلقة صغيرة او نص معلقة كده من السكر عشان تخلي لي البصل مسكر معايا كده وجميل. ورشة كده او نغلف البصل بالدقيق طبعا ونشيل اي دقيق زيادة عشان ما يتحرقش معانا في الزيت. زي ما انتوا شايفين كده بفرغ كده البصل من بعضه. وعندي كده كمية كده من الزيت عشان زيت البصل ده هستخدمه لكل حاجة هعملها للكشري. هنا بنزل بالبصل بعد الزيت ما سخن معايا. طبعا واي دقيق زيادة شايلاه عشان الزيت ما يتحرقش او ياخد لون مني. اهو زي ما انتوا شايفين كده حبايبي هنسيب بقى كده البصل لحد كده ما خد اللون الذهبي الجميل اللي انتوا شايفينه ده. هنجيب بقى كده طبق عليه مناديل وبالمصفى ونطلع واحدة واحدة. هو طبعا المنديل عشان يصفي اي زيت زيادة فيه. طبعا الطاسة كنت بقلي فيها ما كانش ليها حرف. يلا بقى نعمل كده هنجيب حلة عشان نعمل الصلصة. بتسخن معايا. هنزل بشوية كده من زيت البصل. وعندي كمان بصلاية كده مقطعاها عشان نعمل الصلصة. طبعا في ناس بتعمل صلصة الكشري بتوم بس لا، انا بعملها بتوم على بصل. بتبقى حلوة وطعمها في منتهى الجمال. وضفت هنا طبعا فصين تلاتة برضو كده من التوم. بس مش هضيفهم الا اول كده لما احس ان البصل بيبتدي كده ياخد لون معايا. اهو زي ما انتوا شايفين كده حبايبي. طريقة سهلة خالص وبسيطة ومش هنستخدم حلل كتير. رشة كده برضو حلوة من الكزبرة، الكزبرة الناشفة. حطيتها كده تقلبتين. اول ما شميت كده ريحة التوم هنضيف كده معلقة كده او معلقتين من الخل. وعندي هنا الصلصة كانت مجمدة في الفريزر، ضفتها كده يا حبايبي. بس كده هنركنها هتغلي كده غلوة بسرعة عشان طبعا الطماطم متسبكة معايا اهي. هنضيف كمان يعني ربع معلقة كده من السكر ونقلب. عندي بقى الفلفل الأسمر ورشة برضو كده من الكمون. حابين بقى تحطوا شطة براحتكم. ونظبط الملح للصلصة. بس كده الصلصة جاهزة معايا ماشية معاكم واحدة واحدة يا حبايبي. دي طبعا مية المكرونة غلت معايا، حطيت معلقة صغيرة كده من الملح. وهنا طبعا المكرونة الاسباجيتي ممكن تحطوها بحالها ممكن تكسروها كده زي ما انا استخدمتها براحتكم. وهنجيب برضو نوع مكرونة كده اصغر نوع مكرونة عندكم تستخدموه عشان للكشري بيبقى عايز مكرونة صغيرة. وبقلب لها كده تقلبتين برضو عشان ما تكونش لازقة لحد كده ما تستوي.
ادي المكرونة استوت معانا. هنجيبها بقى كده ايه ونصفيها. في بقى كده تركاية كده ايه هنعملها في المكرونة. طبعا متعودين اللي احنا بنشطف المكرونة وعليها شوية زيت ونسيبها ونركنها، لا، احنا هناخد كده ايه معلقتين 3 كده من زيت البصل، وحلة كده على النار، وبعد المكرونة كده ما تصفي المية او بعد ما شطفناها وصفت المية هناخدها كده تقلبتين او نشوحها كده ايه على النار دقيقتين 3. بتفرق في الطعم وكانت طعمها في منتهى الجمال. اللي وصل معايا حد هنا حبايبي متنسوش بقى تدعموني بلايك كده حلو زيكم واشتراك في القناة عشان اي حاجة بننزلها يوصلكم اشعار بيها. يلا بينا بقى كده نعمل ايه نحمر الشعرية وبقلبها. طبعا ايدينا كده ايه لما نحط الشعرية على النار ايدينا كده فيها بنفضل نقلب كل شوية عشان لما بنسيبها بتاخد لون من الجناب ومن النص بتكون لا، فبتكون واخدة لون غامق في فاتح واحنا عايزين كلها تبقى لون واحد. بفضل اقلب كده حبايبي زي ما انتوا شايفين. خدت اللون الذهبي الجميل اهو. طبعا غسلين الرز هنضيف الرز وبديله برضو تشويحة كده مع الشعرية. هنا كنت بقى ايه بصفي مية بصفي العدس من المية. لازم يا حبايبي نسيب العدس في المية المغلية نص ساعة او تلت ساعة عشان يعني ايه يستوي مع الرز. بقلبه برضو كده تقلبتين وعندي مية بتغلي بنظبط كده الملح ورشة برضو كده ايه من الكمون والفلفل عشان العدس. وادي المية المغلية كده نظبطها كده ايه يبقى كده عارفين العيار. بس هنغطي بقى كده عليه لحد كده الرز كده ايه ما يستوي كده. بص الرز كان اتشرب معايا اهو. هنهدي كده عليه النار والمكرونة كنت شوحتها وخلاص. يلا بينا نعمل مع بعض احلى دقة، دقة مطاعم الكشري. كوباية مية كده مغلية نزلت عليها بقرن فلفل اخضر وثلاث فصوص كده من الثوم هديهم غلوة كده مع بعض، وهنزل بتلت كوباية او ربع كوباية من الخل. هتضيفوا بقى الشطة والكمون، إيه رشة كده برضو من الملح، ونقلب كده حبايبي. هتغلي لها غلوة برضو وهنطفي عليها النار. وهنجيب برضو كده ايه ليمونتين 3 ونعصرهم. احلى دقة هتعملوها زي بتاعة الكشري اللي بتاع بره بالظبط اهي. يلا بينا بقى كده ايه نفضيها في حاجة عشان نسيبها كده تبرد. بصوا بقى شايفين اللون والجمال، شايفين لونها عامل ازاي. هنركنها كده بقى على جنب لحد ما تبرد. لازم طبعا ايه بنستخدمها للكشري باردة. وادي الرز بالعدس بالشعرية بصوا بقى مفلفل وجميل ازاي. يلا بينا نغرف احلى طبق كشري. كان مفلفل وجميل زي ما انتوا شايفين كده حبايبي. ناخد بقى كده ايه المكرونة. الله على الجمال. ومعلقتين كده ايه من الصلصة. ويلا بينا بقى كده فاضل ايه فاضل البصل. الله شايفين الجمال، لوحة فنية. شايفين طبق الكشري عاملينه طبعا اوفر من بره. ناخد بقى كده ايه معلقة كده من الدقة الحلوة دي وعلى الطبق الكشري كده وبألف هنا. يا رب تكون الوصفة والطريقة عجبتكم. متنسوش حبايبي تدعموني باشتراك حلو